بيبدأ فيلم النهاردة في إحدى المدن الأمريكية، وبنشوف وقتها الطفلة بولي بعد ما خلصت مدرستها وكانت واقفة مستنية أمها تيجي تاخدها كالعادة. بس الغريب إنها بتتأخر جدا لدرجة إن كل اللي في المدرسة مشوا خلاص، بس فجأة بتلاقي شخص كده بعربية جاي يندى عليها، ولما بتقرب بتتصدم إن والدها نت اللي المفروض منفصل عن أمها وكان مسجون، ولما بينزل يعرفها إنه خرج من السجن ما بيبانش إنها مبسوطة وبتسأله عن أمها، بس بنلاحظ إن نت متوتر جدا وأهم حاجة عنده دلوقتي ياخدها ويمشوا من هنا بأقصى سرعة. أثناء الطريق بقى بتلاحظ بولي إنه متوتر وكأنه مخبي حاجة، وبتقلق أكتر لما بتشوف أسلاك العربية طالعة من بعضها والإزاز مكسور، وطبعا بتفهم إنه سرق العربية دي وبتسأله إذا كان أذى أمها ولا حاجة، لكن بينفي تماما الكلام ده وبيأكد لها إنها في أمان معاه. بس البنت ما بتكونش مصدقاه وعاوزة تنزل من العربية، لكنه بيهديها علشان يكملوا طريقهم في سلام. لما بيدخل الليل بقى بيقفوا شوية كده في الطريق، وساعتها بتتفاجئ بولي إنه جايب شنطة السفر بتاعتها وكمان جاكيت من بتوع جوز أمها. بس نت وقتها بيقول لها إحنا لازم نمشي من هنا بدون العربية وندور كمان على مكان نبات فيه، وبيفهمها إنه أي حد هيدور عليه ممكن يوصله من خلال العربية دي. وفعلا بيروحوا فندق يقضوا فيه باقي اليوم، وأول ما بيدخلوا الغرفة بيبدأ نت يتصل بناس كتير من اللي كان يعرفهم قبل السجن، لكن محدش خالص بيقبل يساعده وبيخافوا يتورطوا في مشاكله، لدرجة إن نت بيتعصب وبيكسر التليفون قدام بولي، اللي بتتفاجئ بعد كده أكتر لما بتلاقيه عاوز يقص شعرها ويغير شكلها شوية، وبعد ما يخلص كمان بيغير لونه وكده محدش يقدر يتعرف عليها. وبيبدأ برضو يعلمها ازاي تدافع عن نفسها باستخدام عصاية الهوكي، وبيقول لها لازم تستجمعي قوتك بالكامل في الضربة دي، ولو هتضرب على الدماغ لازم تكون من ورا لأنها يعني النقطة الأضعف في الجسم. وبيحذرها كمان تهرب لو شافت أي شخص عامل وشم شبه صعقة البرق كده، وبيحكي لها إنه لما كان في السجن عمل مشاكل مع أصحاب البرق دول وهم ناس خطر وبيلحقوه دلوقتي علشان ينتقموا منه. المهم أول ما بينام نت بتكون بولي قاعدة بتتفرج على التلفزيون، وبتتفاجئ من الأخبار اللي بتقول إن أمها وجوزها اتقتلوا النهاردة في بيتهم، والمشتبه الأساسي هو نت اللي لسه خارج من السجن وعنده علاقات بعصابة ستيل الإجرامية واللي بيشتغلوا في جميع أنواع المخدرات على مستوى عالي. وبتشوف بولي كمان الاتنين محققين اللي بدأوا في القضية واللي اسمهم جون وأودين، وبيطلب جون وقتها من أي حد يتعرف على نت أو بنته بولي لأنهم فاكرين إنه خاطفها يعني يتواصل معاهم فورا ويسيب رقم تليفونه. ساعتها طبعا بتخاف بولي وبتقرر تنزل تتصل على جون وتعرفه بنفسها، وبيفهم وقتها ان نت معاها لكن ما حاولش يأذيها ابدا، فبيطلب منها ما تتحركش من الفندق وهو هيوصل بقوات الدعم بأقصى سرعة. ساعتها بقى بتبكي بولي وبتقول انا متأكدة ان اصحاب وشوم الصاعقة هم اللي قتلوا امي وجوزها، واكيد دلوقتي هيأذوا نت هو كمان. فبيحاول جون يهديها وبيأكد لها انه هيبعت لها حد حالا، بس اول ما بتقفل معاه بتلاقي نت قدامها وبيزعق علشان نزلت، لكنها بتنهار من العياط وبتجري على الغرفة. ولما بيسألها ابوها عن اللي بيحصل بيفهم بقى انها عرفت بموت امها، فبيعيط نت وبيعرفها ان الوضع فوضوي جدا حاليا، بس بيلاقيها بتطلب منه يهربوا بسرعة، وكمان بيسمع صوت عربيات الشرطة وصلت الفندق، فبينزلوا على آخر لحظة لحد ما بيبعدوا عن الفندق. وقبل ما نت يكسر إزاز عربية ويسرقوها ويمشوا بيلاقي بنته قاعدة في الأرض حزينة بعد ما عرفت بمقتل أمها، فبيحكي لها نت بقى إن الرجالة اللي بتطاردوا دول هم اللي قتلوها، وبيعتذر لأنه فشل في حمايتها، بس دلوقتي كل اللي همه هو حماية بولي فقط لا غير، وعلشان كده مستعد يعمل أي حاجة المهم ما تتعرضش للأذى. فبتهدى البنت شوية وبترجع تثق في أبوها تاني، وهو كمان بيشجعها وبيديها عصاية البيسبول علشان تكسر هي إزاز العربية. بيتحركوا بيها بقى لحد ما بيوصلوا لبيت واحدة كده من معارف نت القدامى واللي اسمها شارلوت، واللي أول ما بتشوفه على الباب أصلا بتقفل في وشه لأنها مش عايزة مشاكل من ناحيته خالص، لكن بسبب إن معاه بنت صغيرة بتضطر تستقبلهم في بيتها. شارلوت في الوقت ده كانت قلقانة تتورط في المشاكل بسببه، خصوصا إنها عرفت إن الكل بيدور عليه. وبيتضح بقى ان نت قتل احد زعماء عصابة ستيل في السجن مقابل الخروج، لكن طبعا الزعيم الاكبر اصدر قرار بتصفيته هو وكل اللي يعرفه، لكن بيقاطعها نت وبيقول لها انا بس محتاج 2000 دولار يخلوني اهرب من هنا انا وبنتي، بس لان شارلوت مش معاها المبلغ ده بتعرفه انها هتحاول تتصرف وبتسيبهم يباتوا النهارده فقط، بس بكره يمشوا على طول. لما بيخرج نت بقى يتخلص من العربيه اللي سرقوها بتتكلم الطفله مع شارلوت وبتسالها عن علاقتهم ببعض، وبيتضح ساعتها انها كانت حبيبه اخو نت الكبير واللي ورطه وحبسه في القضيه الاخيره دي ومات بعدها.
المهم في الوقت ده بيكون المحقق جون رايح بملف القضية لصديقه أودن، وبيعرفوا إن زعيم عصابة ستيل اللي موجود في السجن تم قتله في ظروف غامضة، ورغم إن ما تعرفش مين اللي عمل كده إلا إنه بيشك في نت، خصوصا إنه خرج من السجن أول ما الجريمة حصلت. ده غير إن الحراس قالوا إنه كان في مشاكل مع الزعيم ستيل، وبيستنتج من الكلام إن عصابة ستيل هما اللي قتلوا طليقة نت وجوزها، وبيدوروا عليه دلوقتي علشان يخلصوا عليه هو كمان. بس الغريب وقتها إن أودن ما بيكونش عاوز يتورط في الموضوع ده، خصوصا إن العقل المدبر لعصابة ستيل شخص صاحب نفوذ كبيرة وما يقدروش يقفوا قدامه. لكن جون بيكون شايفها فرصة كويسة، ولو قدروا يمسكوا نت ممكن يساعدهم في القضاء على عصابة ستيل للأبد، خصوصا يعني إن عندهم أكبر مختبر مخدرات في سلابتون، ودي منطقة كده مهمشة على أطراف المدينة، وصعب جدا على الشرطة تدخل بسبب سطو العصابة هناك. ورغم بقى كل الصعوبات دي إلا إن جون بيبقى شايف إن طروادة سقطت بسبب حصان واحد، ولو اشتغلوا بجهد هيقدروا يحققوا اللي عاوزينه. بس برضه مع ذلك أودن بيكون خايف جدا وبيرفض يتورط في أي حاجة وبيسيبه وبيمشي. المهم تاني يوم بتكون بولي واقفة مع شارلوت قدام البيت، وفجأة بيوصل شخص غامض كده اسمه فيليكس، واللي وقتها شارلوت بتقدمه لبولي على إنه صديقها. لكن بولي بتلاحظ وشم الصاعقة على دراعه وبتفهم منه من العصابة. ده غير ان شارلوت بتهمس في ودنه ان نت موجود جوه البيت، فبتجري بولي على البيت بسرعة وبتقفل على نفسها الأوضة. لكن فيليكس بيتجنن وبيروح وراها وبيكسر الباب، فبتخبط على ابوها في الحمام وبتعرفه بوجود عصابة الوشم. ده بقى بيديله فرصة يغفل فيليكس أول ما بيدخل عليه، وبيدخلوا الاتنين في قتال شرس جدا وبيفضلوا يطحنوا بعض. وساعتها نت بيطلب من بولي تهرب هي بسرعة، خصوصا ان فيليكس بيطلع سكينة وبيحاول يقضي عليه تحت انظار شارلوت. لكن نت يعني بيدافع عن نفسه وبيطعنه بنفس السكينة علشان يسيطر عليه. بيطلعوا بقى بعد كده بره البيت وبينزل ضرب فيه على اخره، وهو بيطلب منه يروح لزعيم العصابة بتاعه ويخليه يتوقف عن مطاردته. لكن فيليكس بيأكد له ان ده مستحيل، وعصابة ستيل هتفضل تطارده لحد ما ينهوا حياته هو وبنته للأبد. وبيخوفوا أكتر من الأهوال اللي عملها الزعيم في سلابتون، واللي من شدة بشاعتها الشرطة نفسها ما بتقدرش تقرب منه. فبيقلق بقى نت بسبب كلامه ده لأنه خايف على بنته جدا. بس رغم كده بيمسك وشه ويحرقه في الفحم بمنتهى القوة، لكنه بيلاحظ إن بولي واقفة في الشباك وبتراقب اللي بيحصل. بس عامة يعني بتتحرك بعد كده مع أبوها وهي فرحانة إنه قدر يدافع عنها، وبيقعدوا شوية كده في استراحة أثناء الطريق ياكلوا حاجة. وبيفضل نت بقى يحسب الفلوس اللي معاه لأنه على الحديدة حرفيا. بس لما بيطول في الحساب بتحسب له بولي هي الحسبة بسرعة، وده بيخليه مندهش، وبيرجع يعتذر لها انه حطها في الورطة دي لكن مفيش مفر. وعلشان كده بيكملوا طريقهم لمحطة بنزين معينة، وبيطلب نت منها تفضل في العربية لحد ما يجيب لها كل اللي هي عاوزاه وهيرجع على طول. لكن لانه طبعا ما كانش معاه فلوس بيلبس قناع على وشه وبينزل يهدد البنت في المحطة بالمسدس علشان تديله كل الفلوس اللي في الكاشير. لكن بولي وقتها بتشوف عربية بتركن في المكان بينزل منها شرطي، ولما بيشوف اللي بيحصل جوه ده بياخد بندقيته وبيستعد. فبتشغل بولي الكلاكس اكتر من مرة علشان تحذر ابوها، وفعلا لتاني مرة بتنقذه من الفوضى. وهو وقتها بيوقع الشرطي وبيطلع يجري من المكان، لكنه للأسف بياخد طلقة في رجله وكمان عربية بتعدي تشيله. بس رغم كل ده بيوصل للعربية ومعاه الفلوس أخيرا، وبينطلق فورا من المكان لأن الشرطي اتجنن وخرج يضرب عليه نار. أول بقى ما بيبعدوا عن منطقة الخطر بيحمد ربنا إنها عدت على خير، لكنه بيتفاجئ بعربية شرطة بتطارده بمنتهى الشراسة، فبيحاول يفلت منها بكل الطرق لحد ما الاتنين بيقفوا قدام بعض. وقبل ما عربية الشرطة تخبط فيه بيسوق نت بسرعة بظهره في طريق عكسي، ولما بتحاول عربية الشرطة الجري مش بتقدر وبتعمل حادثة. بس المشكلة ان نت بيتألم جدا بسبب الطلقة اللي خدها في رجله، وعلشان كده بيقفوا في مكان وبيجيبوا شوية اسعافات اولية، وبيحاول يخلي بولي تشيل الرصاصة. بس الموضوع بيكون صعب جدا، فبيقرر يسيبها جوه رجله بقى وبيكتفي بتنظيف الجرح مش اكتر. وبتساعده بولي كمان على قد ما تقدر وبتربط له الجرح. فوقتها بقى بيبدأ نت يحس بالتقصير اللي كان بيعمله معاها، خصوصا انه اتسجن بعد ما اتولدت بكام سنة وملحقش يعمل معاها ذكريات حتى. وعلى العموم بعد ما بيخلصوا بتطلع بولي ترمي الحاجة بره المكان، لكنها بتتصدم بشرطي قدامها رافع السلاح عليها، والصدمة كمان لما بيحاول يضرب عليها نار بس هي بتجري من قدامه بسرعة. لكن الشرطي بيفضل يدور عليها لحد ما بيوصل للحاوية اللي استخبت فيها، لكنه قبل ما يقتلها بيظهر نت وبينزل عليه ضرب بمنتهى القوة لحد ما بيوقع المسدس. لكن بسبب إصابته الشرطي بيقدر عليه. بيعرفوا بقى إن دي بلدة ستيل وكلهم في خدمته، بس رغم الإصابة إلا إن نت بيهجم عليه فورا علشان يحمي بنته، لحد ما فجأة بولي بتوصل للمسدس وبتضرب طلقة في الهواء، فبيهديها نت وبيخليها تديله المسدس فورا.
وبيطلب منها ترجع المكان اللي كانوا مستخبين فيه لحد ما يرجع لها. بس الغريب بعد كده انها ما بتسمعش صوت طلقات نارية، وبتفهم ان نت رفض يقتله وسابه يمشي، بس بيعرفها انه لازم يكملوا هروب هما كمان، وبيقول لها انا طلبت منك تحمي نفسك فعلا، بس اوعي تفكري تضغطي على الزناد مهما حصل، وسيبيني انا اتصرف واحميكي بالطريقة المناسبة. وبيدخل بعد كده الاتنين في نوبة بكاء شديدة بسبب صعوبة الوضع اللي بيمروا بيه. المهم تاني يوم بيوصل المحقق جون للمكان اللي كان فيه نت وبنته، وبيتصل بالمأمور هاوزر يسأله اذا كان شافهم بما انهم في منطقته، بس هاوزر بينكر انه شافهم وبيقول له انا بحقق دلوقتي في منطقة سلابتون اللي قلتلي عليها، لكن ما لقيتش اي اثر للمكان ده في اي حتة. في الوقت ده بيتفاجئ جون بالشرطي اللي تبع هاوزر مقتول وكان في صندوق الزبالة، وبيتأكد من مخاوفه اكتر لما بيشوف وشم الصاعقة على ايد الشرطي. ساعتها بياخد عربيته وبيمشي في الصحراء على امل انه يلحق نت وبولي، خصوصا انهم مشوا من غير عربية، وبالفعل بيقدر يشوفهم على مرمى البصر من بعيد. وفي الوقت ده بتكون بولي بدأت تتعب وعاوزة ترتاح شوية، لكن نت بيفهمها ان مفيش وقت ولازم يبعدوا بأكبر قدر ممكن. بس قبل ما يكمل كلامه بيلاقي جون بعربيته بيقرب منهم، فبيطلع سلاحه وبيبدأ يضرب النار عليه فورا. فبينزل جون بالمسدس هو كمان وبيقدم نفسه، وبيطلب من نت ينزل سلاحه لانه جاي هنا يتكلم معاه مش اكتر، وبيحاول يطمنه انه مش شرطي مرتشي خاضع لعصابة ستيل. لكن رغم كده نت مش بينزل السلاح غير لما بيقول له احنا عاوزين نتكلم علشان نقفل القضية دي للأبد. بالفعل بيقعدوا يتكلموا مع بعض بعد ما نت بيكلبشوا في العربية، وبيعرفوا جون وقتها انه على دراية بسجله الإجرامي، وعارف انه اتسجن في محاولة سطو مسلح قبل كده. بس لما بيجيب سيرة قتله لطليقته بيلاقي بولي هي اللي بترد عليه وبتأكد له انه ما عملش كده، وجون هو كمان بيكون شايف كده برضه وبيصدقها بسرعة. بيتضح بقى ان نت وهو في السجن كان تحت حماية عصابة ستيل، بس لما حاول ينهي علاقته بيهم وقتل زعيمهم اللي جوه، قتلوا طليقته وجوزها وبيدوروا عليه هو وبولي دلوقتي. وبما ان مفيش مكان للهرب من اتباع ستيل اللي موجودين في كل حتة دول، بيعرض جون لنت صور مختبر المخدرات اللي موجود في سلابتون واللي قدر يوصل له بالاقمار الصناعيه. فبيتصدم نت انه عرف مكان سلابتون ده وما عملش حاجه لحد دلوقتي، بس بيفهمه جون انها عباره عن حصن منيع وصعب الشرطه تدخل بدون خسائر، خصوصا انها تحت حمايه الزعيم الخافي للعصابه المأمور هاوزر، وبما ان عنده الرجاله وبيتحكم في القانون كمان فالأمر يعتبر شبه مستحيل، ولو حاول جون يدور وراه هيتم استهدافه وهيموت في ظروف غامضة. وعلشان كده بيقول له احنا هدفنا دلوقتي واحد، وهو القضاء على زعيم ستيل المأمور هاوزر، وبيعرض عليه يقتل هاوزر علشان يرتاحوا منه للأبد، وفي المقابل هيوفر له حياة جديدة هو وبنته. ولما بيسأل بولي عن رأيها بيلاقيها موافقة بالعرض. المهم على الطرف الآخر في منطقة سلاب تاون الجبلية بنشوف المأمور هاوزر وهو داخل الحصن وحواليه عدد رهيب من الرجالة المسلحة، وكان وقتها رابط أحد أتباع المافيا المكسيكية عنده في المستودع. والراجل ده بيتعصب لما بيشوفه وبيقوله انت مش عارف انت بتتعامل مع مين بالظبط. فبيعرفه هاوزر ان الصحراء دي كلها بتاعته، واي حد يحاول التهريب من خلالها لازم يعدي عليه الاول. ولما بيبدأ هاوزر يغير هدومه الراجل بيقلق وبيحاول يعمل معاه صفقة، بس زعيم ستيل بيكون أخد قراره خلاص، وبيفضل يعذب الراجل لأنه بلع البضاعة أول ما شافهم داخلين عليه. واللي بيورينا بشاعة ووحشية المأمور فعلا انه بيقرر يفتح بطن الراجل ويخرج البضاعة بنفسه. اما بقى نت فبيكون هو وبنته في فندق بيرتاحوا لتاني يوم، وبولي وقتها بتقول له انا عارفة المحقق جون فاسد وبيبتزك لمصالحه الشخصية، احنا ممكن نبلغ عنه على فكرة. بس نت بيبقى شايف الموضوع ملوش فايدة، ورغم كمان انه ما بيثقش في جون الا انه بيطلب منها تثق فيه لانه هيعمل لها اللي تعوزه لو حصل له حاجة في المهمة. فبتفهم بولي ان ابوها ممكن يموت وبتبدأ تقلق، لكنه بيطمنها وبيقول لها اهم حاجة دلوقتي انتي وبس، وكمان انا معرفش عنك حاجات كتير جدا. وبيقرر بقى يقعد يسمعها بكل شغف وكأنها المحادثة الأخيرة اللي هتدور بينهم، وبيعتذر لها كمان انه اختار يمشي في سكة اخوه وخسر حياته ودخل السجن، لكنه مبسوط انه عاش معاها كام يوم بعمره كله. المهم تاني يوم بيوصل جون بعربية وأسلحة لنت علشان يساعده في تنفيذ المهمة المستحيلة، وبيقول له وقتها كل اللي عليك تبتز الطباخ بتاع هاوزر وهو هيوصلك بيه، وبيطلع له كمان الهويات الجديدة بتاعته هو وبنته، ومعاها جزء من المال وتليفون علشان يبدأوا حياتهم من جديد، ده في حالة انه رجع يعني بعد المهمة. وبيطمنه برضه انه لو حصل في الامور امور ومات هياخد باله من بنته ويحافظ على سلامتها تحت اي ظرف، لان ده السبب الرئيسي انه قبل المهمة اصلا علشانها. لما بيدخل بقى يودع بولي بتخليه يوعدها انه يرجع بسرعة لانها خلاص مش عاوزة تعيش من غيره، واول ما بيمشي هو بتفضل قاعدة مع جون وهي حزينة،
وبتقوم تدخل الحمام، فالباب بيخبط وبيكون أودين شريك جون، بس جون ما بيكونش واثق فيه وبيرمي ورقة البولي في الحمام وبيطلب منها تفضل هادية لحد ما أودين يمشي. بيروح بعد كده يفتح له الباب وهو بيسأله عن اللي بيعمله هنا وعرف مكانه ازاي أصلا، بس هو أول ما بيدخل بيشوف شنطة الأطفال بتاعت بولي وبيفهم إنها هنا، فبيتكلم جون معاه وبيقول له بس أنا ما كنتش أتوقع إنك تبقى من عصابة ستيل. فبيلوم على جون لأنه ما كانش ينفع يرفض عرض هاوزر يا إما هيقتله بسهولة، وبيقوم مطلع سلاحه وهو حزين وبيطلب من جون يعرفه مكان نت. لما بتسمعهم بولي بقى بتحاول تهرب من شباك الحمام بسرعة، وكمان بيبدأ جون يتلاعب بأودين وبيقول له أنا بعت نت لمكان هاوزر بنفسي، بس أودين ما بتدخلش عليه الخدعة خصوصا لما بيسمع صوت في الحمام، فبيستغل جون الموقف وبيضربه وبياخد سلاحه فورا وبينجح انه يصيبه بطلقة في كتفه، وبيفضلوا يضربوا النار على بعض لحد ما بيقدر أودين هو كمان يديله طلقة. وبولي وقتها كانت مرعوبة ومستخبية في البانيو لحد بقى ما بيدخل عليها جون وبتفهم انه نجح في القضاء على أودين وبيطلب منها تجهز علشان يمشوا من هنا فورا. في الوقت ده بيكون نت وسط الجبال بيدور على منطقة سلابتون ومختبر المخدرات، وبيفضل ماشي على تعليمات جون لحد ما بيوصل للمنطقة فعلا، بس بيتصدم بهاوزر ورجالته بيظهروا قدامه فجأة، فبيدخل يستخبى في عربية لأن عددهم كبير على الآخر ومعاهم أسلحة تقيلة كمان، وأول ما واحد بيدخل عليه بيديله طلقة يموته، ووقتها طبعا مكانه بيتكشف والعصابة كلها بتبدأ تضرب عليه، لكنه يعني بيفضل يكافح لحد ما بيوصل للبندقية بتاعت الراجل. بنلاحظ في الوقت ده إن جون بيجمع قوات الدعم علشان يهجموا على سلاب تاون مرة واحدة وللأبد، بس للأسف هناك العصابة بتقدر تمسك نت وبينزلوا ضرب فيه بكل قوتهم وبيرموه تحت رجل زعيم العصابة هاوزر اللي بيقرر يربطه ويعذب فيه شوية قبل ما يموته. بنلاحظ بعد كده إنه متعذب بطريقة وحشية جدا ووشه متدمر خالص، فبيجيله هاوزر وبيسأله عن اللي جون يعرفوا عنهم وعن المكان هنا، بس لما بينكر إنه يعرف حاجة بيبدأ هاوزر يستفزه إنه هيجيب بنته ويضربها قدامه، لكن نت بيحاول يخدعه وبيعرفه إنها بقت بعيدة جدا عن المدينة دلوقتي وفي أمان، فبيتضايق هاوزر أكتر وبيقول له عصابة ستيل هي اللي اديتك أنت وعيلتك كل شيء، ولو ما اتكلمتش دلوقتي عن الخطة اللي في دماغك أنت وجون هقتلك. بس بيعرفوا نت وهو مش قادر يتكلم إنه جاي هنا علشان يقتله، فبيضحك المأمور بشدة وبيسخر من نت وبيأكد له إن مفيش حد على كوكب الأرض يقدر يقرب منه حتى، لكنه فجأة بيلاقي الكلاب بتاعته في المكان عمالة بتنبح، وبتكون المفاجأة إن جون وصل ومعاه قوات من الجيش مجهزين بالكامل للاشتباك، وبيندع على هاوزر في الميكروفون علشان يطلع يسلم نفسه، لكن طبعا هاوزر بيرفض وبيبدأ يضرب نار عليهم بمنتهى القوة. لما بولي بقى بتشوف الوضع كده بتنزل من العربية علشان تشوف أبوها فين وتنقذه، خصوصا إن المعركة بدأت بين عصابة ستيل والجنود بمنتهى القوة والوضع كان فوضوي على الآخر، لكن رغم كده الطفلة الشجاعة بتفضل تجري بين النار لحد ما بتوصل لمكان الكلب بيحرسه وبينبع عليها، فبتخمن إن أبوها محبوس جوه المكان ده وبدون تردد بتتسلق السياج، بس المشكلة في الكلب اللي ممكن يأذيها ده، وعلشان كده بتضحي بالدبدوب المفضل بتاعها وبتحدفه بعيد والكلب بيجري وراه، وهي بتستغل الفرصة وبتدخل المستودع فورا. ساعتها بقى بتشوف نت متعلق من ايده فبتفكه على طول وبتتصدم انه متدمر تماما بسبب التعذيب اللي اتعرض له، فبتطمنه ان الشرطة موجودة ولازم يهربوا بسرعة، لكن أول ما بتروح تفتح الباب بتلاقي هاوزر داخل وبيوقعها في الأرض وبيضرب طلقة كمان في صدر نت بيوقعه على الأرض هو التاني، لكن وقتها بولي بتتعصب على الآخر وبتمسك حديدة تضربه بيها في رجله، وزي ما أبوها علمها بتديله ضربة قوية جدا على مؤخرة راسه علشان يفقد الوعي، لكن للأسف العملاق هاوزر ما بيتأثرش وبيضربها وبيرميها بعيد كمان، وبيروح بعد كده لنت بينزل ضرب فيه بمنتهى الوحشية، لكنه لما بيلاقي الشرطة خلصت على رجالته كلهم وحصروا المكان بيقرر ياخد بولي كراهينة ويخرج يهددهم بيها علشان ينزلوا السلاح، ولأن جون وعد نت إنها تفضل في أمان بيخلي رجالته كلها تنزل السلاح ويهدوا، بس برضه هاوزر بيكون عاوز ياخدها معاه لحد الحدود وأول ما يهرب هيسيبها على طول. وقتها بقى نت بآخر نفس فيه بياخد حديدة من الأرض وبيغرزها في ظهر هاوزر، وقبل ما يقتله بيطلب من بولي تبص الناحية التانية، لكن للأسف هاوزر بيرفع السلاح على الجنود وبيضطروا يضربوا النار بمنتهى القوة علشان أول ما البنت تبص وراها بتلاقي أبوها غرقان في دمه وميت جنب هاوزر. المهم بعد كام يوم بيقرر جون يسيب بولي في دار رعاية كويسة على أمل إنه يضمن لها مستقبل أفضل زي ما نت كان بيتمنى، ورغم إن باقي الأطفال بيرحبوا بيها جدا وبيخلوها ترقص معاهم كمان، إلا إن الطفلة بولي بيكون باين عليها الحزن بعد اللي مرت بيه، وبتتأكد إن عمرها ما هترجع طبيعية من تاني بعد كل الندوب دي. وبيخلص الفيلم على كده. يا رب يكون الملخص عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفونا
علشان يوصل لكم كل جديد. أشوفكم الفيلم الجاي، سلام.